إيقاف حركة القطارات على خط الصعيد بعد تصادم قطارين بالمنيا. قررت هيئة السكك الحديدية إيقاف حركة القطارات على خط الصعيد الطالع والنازل والدفع بمعدات إلى موقع الحادث. اصطدم منذ قليل قطاران على خط الصعيد عند منطقة ماقوسة في محافظة المنيا، وانقلبت عربتين في ترعة الإبراهيمية، وتجري حاليا عملية الإنقاذ السريع من قوات الحماية المدنية التي انتقلت على الفور إلى مكان الحادث لإنقاذ الركاب من العربات التي سقطت في ترعة الإبراهيمية. وتبين من الحادث تصادم قطار نوم مع قطار عادي، وانقلبت عربتان من قطار النوم في ترعة الإبراهيمية، وفي انتظار بيان تفاصيل الحادث من وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية. تشكيل لجنة مختصة بالسكك الحديدية للوقوف على أسباب حادث قطار المنيا. أعلنت هيئة السكك الحديدية حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم عربة القوى القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك في المسافة بين مركز أبو قرقاس والمنيا، مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار. وأضافت هيئة السكة الحديد في بيان أصدرته منذ قليل إنه على الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ، وتم فصل القطار عن العربتين، وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة. تشكيل لجنة من المختصين للوقوف على الأسباب الفنية لوقوع الحادث، وكلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد للتوجه لموقع الحادث، وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث. ولا تنسوا الاشتراك معنا ليصلكم كل ما هو جديد. كان معكم بسمة مجدي.